تخيل معايا شفرات العائله 18 مليون، الناس حياتها كامله وهي كتجمع فيها. البوليس قلبوا السما والارض باش يعرفوا شكون مول هاد الفعله، وعرف البوليس بان الام بوحدها اللي عندها الساروت فين مخبيه الفلوس، وهادو اللي شفروا الفلوس عندهم الساروت، دخلوا وحلوا وسدوا داكشي وخرجوا. ثيق بيا ملي غادي تعرف شكون اللي دار هاد الفعله غتصدم. السلام الخوت، مرحبا بكم في هاد الفيديو. ما تنساوناش بالدعم ديالكم والسيبورت واللايك والشيرات. نبداو القصه. هاد البلان غيوقع مع واحد العائله درويشه طالبين غير معاشهم. هاد العائله كتكون من الام والاب وثلاثه الخوت ودريه صغيره. العائله كامله كانت كتقاتل مع الوقت مع الزمان. كان الاب كيبيع ويشري والام كندير واحد الفراشه كتدبر على نهار. وكانوا داك ثلاثه الخوت ما كملوش قرايتهم وخرجوا من الاعداد، وكانوا داك الخوت خرجوا على الطريق. وخا هكاك كانوا كيخدموا وكانوا اللي دبروا عليه كيستهلكوا، ولكن مره كانوا تيدوروا مع امهم باش تخزن داك الفلوس لدوايا الزمان. وكانت الام داكشي اللي كيصوروه كتزيدوا على داكشي اللي كتصور هي والاب. هاد العائله ما كيعرفوش شي حاجه سميتها البنكه. كانت هاد العائله فلوسهم وذهبهم كيخليهم غير في الدار. هاد العائله كانوا مقاتلين مع الزمان، واخا دوك الدراري كانوا مبليين. وهذيك الام كانت هي البنكه ديال الدار. كان اللي بغى يخزن شي حاجه لدوير الزمان كيعطيها الام ديالو. حتى الاب والعائله كامله اللي صوروا كانوا تعطيوه لديك الام. غيدوز بزاف ديال الوقت. ديك العائله هاد تجمع 18 مليون، وداك الذهب ديال الام كان دايره واحد الصنيديق خزنا فيه الفلوس والذهب والساروت ديالها ما كيفارقهاش، ما عند لا خوتها ما عندش الدراري وما عندش حتى الاب. العائله كامله لا راجلها لا ولادها حتى واحد ما عنده الساروت الا ديك الام، هي اللي عندها الساروت دائما. دوك الخوت والاب والام كانوا تيخرجوا يدبروا على راسهم باش يجيبوا المصروف ديال المعيشه، ولكن ديك الدريه الصغيره ما كانش اللي يتهلا فيها ويغسل ليها ويطيب ليها ويصيفط للمدرسه ويتهلا فيها. طبعا هي باقا صغيره ما كتعرف دير والو. الام غتجيها واحد الذكرى، غتعيط لاختها اللي ساكنه مع الوالده ديالها هي واحد اخت اخرى، غتقول لها تعالي عيشي معنا، الخير موجود والدار كبيره. اختها غادا توافق وغتجي وغتولي ساكنه معاهم. من بعد غدوز واحد المده الاخت غادا تعيق وغتعرف باللي اختها اللي هي الام جابتها ماشي باش تريح معاهم، جابتها باش تحدا لها بنتها وتقابلها وتوكلها وتشربها وتغسل لها حوايجها وتصيفطها للمدرسه. العائله فرحانين قاتلين مع الزمان مرتاحين. غادي يدوز بزاف ديال الوقت. غادي يجي واحد النهار الام غتسالي من البيع والشري ديالها اللي في الفراشه وغتجي للدار وغتبغي تزيد داك البركه اللي جمعات على الفلوس اللي عندها. غتدخل للدار غتريح، غدوز مده، غتمشي للصنيديقه، غتجبد الساروت، غتحل الصندوق، وهنا غادا تكون الصدمه. ما غتلقى لا فلوس لا ذهب لا حتى شي حاجه. الصندوق محلول ومسدود، الساروت اللي عندها ما يمكنش شي حاجه تتوصفش. الام ما غتلقى حتى شي حاجه من داكشي اللي ضربوا عليه تماره هذه سنين. هاد الام غتبقى مصدومه، ما عارفه راسها واش كتحلم واش بصح واش كاين شي مشكل. الام جاوب بزاف ديال التساؤلات. شكون دا الفلوس؟ واش اختي؟ واش الراجل؟ واش الدراري؟ انا البارح حطيت الفلوس، انا البارح داكشي اللي جمعته البارح حطيته مع الفلوس اللي كانوا، يعني الفلوس كانوا البارح واليوم ما بقاوش طاروا، ما يمكنش. يعني الام جاوب بزاف ديال الافكار والتساؤلات. عرفتي شنو هي تكون 18 مليون والذهب وتمشي لك؟ راه شي حاجه الاخر. راه انا 20 درهم 10 دراهم تتكون محطوطه في واحد البلاصه ما كنلقاهاش، راه تنبقى نفكر بزاف فين مشات وكيفاش مشات، واش خصها نلقى واحد المبرر انها راه دا شي واحد ولا خسرتها ولا فهمتي. رجعوا للقصه ديالنا. الام غتبدا تغوت وغتجي عند اختها والعائله كامله غتقول لهم الام الفلوس مشات. حتى واحد ما غيفهم، غيبقاو حالين فهمهم ما فهموا والو. العائله غيبداو يشكوا ببعضياتهم، الدراري غيشكوا في بوهم غيشك في الدراري، الام غتشك في اختها غتشك فيها، يعني كل واحد تيشك في بعضياتهم. الام ما لقات ما دير، عيطات للبوليس. ملي غادي يجي البوليس حتى هو ما غيفهم والو. الفلوس مشات بواحد الطريقه اللي سهله. هذا اللي شفر الفلوس عنده الساروت، دخل حل خدا الفلوس سد وخرج، ما كاينش اثر ديال التهراس، ما كاين حتى شي دليل. البوليس غيدير لونكيط مع الاب ومع الخوت واخت ديال الام، ما يلقى حتى حاجه، ما يلقاش شي دليل باش يتاكد من شي واحد فيهم. البوليس غادي يشك في الام، غيقول زعما تكون دايره هبل تربح، خدات الفلوس خزناتهم في شي بلاصه وجات تبكي علينا. ولكن البوليس ما غيلقاش عاوتاني شي دليل، يعني الفلوس مشاو بطريقه سهله من شي واحد مجهول، قضيه مخربقه. البوليس ما يلقى والو، التحقيق غيبقى مكمل والعائله غتصبر وتهز الدقه حتى لواحد النهار غادي يبان المفتاح ديال الطريق ديال معرفه المجرم او السارق. هذيك الام في الاخر ديال السيمانه غتمشي للحمام، غتلاقى مع واحد جوج عيالات غيقولوا ليها راجل اختك واحد الراجل مزيان ما مرضى. واحد النهار جا للحمام وقال لنا كلموا لي مرتي وبغيت منها السوارت، راني نسيتهم وخاصني نمشي للدار دابا، خاصني شي حاجه ضروريه. ملي دخلنا كلمنا ليه اختك هي اللي كان كيسول عليها، وفاش كلمنا ليه مرتو مسكين دور معنا وتهلا فينا. السيد الله عمر دار. هاد الام اللي سمعت هاد الهضره بقات ساكته وكتشوف ما فهمت والو.
ديك الام قالت لدوك جوج عيالات ان اختها ما مجوجاش، راه كاين شي سوء تفاهم ولا شي غلط. الام غادي تقول لبنتها الصغيره تمشي تعيط لاختها باش تجي وتواجهها مع دوك جوج عيالات. الاخت غادا تجي وتواجه مع دوك جوج عيالات. الاخت غادا تنكر وغتقول لدوك جوج عيالات غير وقع شي غلط وشي سوء تفاهم وتغلط لكم مع شي وحده. انا ما عمر شي حد جا عندي للحمام وقال لي عطيني شي ساروت وانا اصلا كاع ما مزوجه. ودوك جوج عيالات غيقولوا ليها انت كذابه، واش راجلك وكلمناك ليه وعطيتيه الساروت وملي كان غادي دور معانا وتهلا فينا. من وقع هادشي الام قد دايخه ما فاهمه والو. الام غتبقى تفكر وغتقول خاصني نمشي للبوليس نقول لهم هادشي اللي وقع، وغتقول لهم داكشي اللي وقع. البوليس غيمشي عند دوك جوج عيالات وغيسولهم ويدير معاهم التحقيق باش يعرف شنو داكشي اللي كيقولوا واش بصح واش منه ولا ما منوش. البوليس غادي يعتقل ديك الاخت من بعد ما سمع ديك الهضره من دوك جوج عيالات باش حتى هي يعاود معها التحقيق ويشوف واش كتكذب ولا لا، ويشوف هاد الجوج واش غالطين ولا غير كيخربقوا. الاخت غتنكر وغتبقى تحلف وتقول لاختها واش انت مريضه، انا عايشه معاك وغادي نشفرك، ما يمكنش غير ظلمتوني. البوليس كتحلف ليهم كتقول لهم انا ماشي انا اللي شفرت، ولكن البوليس غادي يدخلها للونكيت القاصي باش يعرف واش بصح كتكذب ولا لا. البوليس غادي يقول لديك الاخت انا دوك جوج عيالات ما يمكنش يكذبوا عليك، كيقولوا نفس الحاجه ونفس الاحداث في نفس المكان ونفس الوقت، يعني راهم ما تيكذبوش، متاكدين في راسهم. هادشي اللي كيخلي البوليس شاكين في ديك الاخت، وهادشي اللي خلى البوليس متشبتين فيها ومعتقلينها حتى غيجي يوم الفرج العائله وغادا تنهار ديك الاخت وغادا تعاود للبوليس كل شيء وغتقول لهم بانها عرفات بلي اختها جايباها باش تحضي ليها بنتها. وانا ملي كنت كنخرج لذاك الحي وكنتقدى تعرفت على واحد مول الحانوت وارتبطت معاه وبغيتو وبغاني وبغينا نتزوجوا، ولكن ملي كنت كنقول ليه بغينا نتزوجوا كان تيقول لي فراس مالي غير هاد الحوانيت ما عندي حتى ريال. وانا كنت عارفه بلي اختي من شحال يدي امك يجمعوا هي وولادها وراجلها الفلوس في ديك الصنيديق، وكنت عارفه غتكون قريبه ل 20 مليون وانا نقولها لديك مول الحانوت حيت انا بغيت نخرج من ديك العيشه. في الاول مول الحانوت خاف ولكن من بعد قنعته، هو اللي اقترح عليا الخطه وهو اللي اقترح عليا الخطه والطريقه باش ناخذ داك الفلوس. وانا اكدت عليه ان اختي ما كتحيد الساروت من عنقها، وغادي يقول لي البلان الوحيد باش ناخذ الساروت هو النهار اللي غتمشي انت واختك للحمام غادي نجي ونعيط على العيالات ونقول لهم يكلموا لي مرتي وانت غتشوفي كيفاش وتاخذي الساروت من عند اختك وتخرجي برا وغتجيبيه ليا وغنمشي ناخذ ديك الفلوس ونجيب الزربه ونجيب لك الساروت باش ما تشكش فينا اختك. البوليس ملي غيسمع الهضره غيمشي نيشان قصد داك مول الحانوت وغيلقاه متلبس، باقي عنده الفلوس باقي الذهب باقي كلشي باقي كاع داكشي اللي شفر كلشي باقي في داك الحانوت. الام بقات كتشوف اختها مصدومه ما فهماتش علاش اختها دارت هاد البلان رغم انهم كانوا مهلين فيها. الام ما غتسمعش لاختها وغادي تحكم من الحانوت هو والاخت 3 سنوات. هنا كتسالي القصه ديالنا. الخوت نعطيكم واحد اللعبه من هاد القصه، ما عجبكش واحد البلاصه خرج قلب على راسك، حاول تغير من نفسك ولا تاقلم مع داك المكان وعيش واجه الامور. هاد الاخت كون كان واجهات اختها قالت لها علاش وكذا كانوا غيوصلوا واحد الحل ما كانش توصل لهاد الشيء. خويا عندك حوينيت صغير كتجي من واحد طرفه الخبز حلال الله يجعل البركه، طمع راه ما خدامش، طمع في شي حاجه حلال، كنا كنطمعوا في شي حاجه حلال. هاد السيد كون كاع ما تشد في الاول وخسار ديك الفلوس باش كان غيفاريها ما كانش غيمشي بكلستين كان غيمشي بكثر. خوت شكرا على حسن الاستماع والى اللقاء.